دي المحاولة رقم 99 للاستيقاظ مبكرا. الحقيقة الصحيان بدري الواحد بينجز حاجات كتير قوي. لا حقيقي بيعمل حاجات كتير قوي. يعني أنا صحيت بدري على صلاة الفجر، قلت الأذكار، قرأت كتب، لا عملت حاجات كتير قوي كده. صحيان بدري في بركة كده، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما لسه معانا وقت، ف ناخد شوية أسئلة. أنا عندي هنا سؤال من كريم عصام: إيه أفضل كتاب قرأته؟ العادات الذرية لجيمس كلير. بتجيب الألهام لفيديوهاتك منين؟ عندي 3 حاجات. أول حاجة عقل عادي، يعني بحاول أطلع منه أي حاجة، وده أصعب حاجة أصلا. عندي مثلا من فيديوهات الناس التانية، مثلا أشوف فيديو من هنا فأتفرج عليه، لا أخد فكرة من هنا فيعجبني الحاجة دي، تعال نتكلم عليها ونحاول نطور أكتر. الحاجة التالتة برنامج كورة لو تعرفوه، هحطلكوا صورته يعني. فده برنامج جميل، بيديك كام سؤال كده، ممكن تطلع أفكار من عنده، وبتاخد منه شوية ألهام كويس. يعني سؤال: هل أنت شخص منتج؟ يعني 50-50 عادي. أنا أهم حاجة في يومي أطلع مستفاد بأي حاجة. يعني أنت ممكن مثلا تذاكر، تعمل معرفش إيه، تعمل ما تستفادش أي حاجة خالص. يعني أنت عملت في يومك حاجات كده، تمام يعني. ده تمام، الحاجة اللي المفروض تتعمل عادي. طب مثلا لو في يوم تاني مثلا ما عملتش حاجة، بس مثلا إيه، قرأت في كتاب حديث مثلا، لا انت كده استفدت حاجه اهو في يومك. فانت ما تضيعش الحته دي، او ما تفكرش وانت نايم فاللي هو انا ما عملتش حاجه النهارده، انا ما استفدتش حاجة. لا انت استفدت، انت قرأت في الحته دي، حتى لو دقيقه، لو استفدت بحاجه واحده بس، لا انت استفدت بحاجه. فانا بالنسبه لي الانتاج عندي يعني 50-50، ما اقدرش اقول عليه اكتر يعني. ومش هفضل حد يعني اقول في الانتاج ده، لان أنا بسوق كتير يعني. عندي سؤال برضو من محمد عبد الواحد، هنا بقول: ازاي تقدر تنظم وقتك؟ آه، يعني انا مش افضل حد في تنظيم الوقت ده، بس كنت قرأت في كتاب العادات الذرية بيقول لك اعمل الحاجة في وقت محدد، في مكان محدد. هتعملها ازاي؟ يعني هديك مثال: انا عايز اقرا مثلا كتاب، فهقول هقرا الكتاب ده في المكان ده، اللي هو مثلا على المكتب، الساعة مثلا 6 الصبح، وانا بشرب مثلا قهوة. يعني انا عملت 3 حاجات. انت في الساعه 6 الصبح ده اصلا مفيش تفكير هيجي على دماغك، او اي حاجه مشتتات هتيجي، لا الا مثلا انا عايز اقرا الكتاب ده، انا عايز اخلص الحاجه اللي انا كتبتها بس في الوقت ده. فالنصيحه انك تكتب عاداتك وتتبع عاداتك. بالمناسبه في تطبيق اسمه تيك تيك لتتبع العادات، انك تتبع عاداتك وتكتب انت هتعمل الحاجة دي امتى في الوقت ده. يعني انت هتكتب 100 حاجة في اليوم، اعملها برضه. هتتعمل امتى، هتذاكر امتى، مثلا الساعة كذا، في الوقت كذا، في المكان كذا. اعمل كل حاجة كده وتتبع عاداتك. السلام عليكم. دلوقتي الساعة 4:30. الحمد لله لسه الواحد فايق، يعني لسه عنده النشاط، مع اني ما نمتش اللي يعتبر ساعتين 3 بس. آه، فحبيت افصل فحبيت افصل الصبح يعني كده. حسيت ان انا لا، دماغي مش شغاله، مع إن المفروض العكس. يعني المفروض الصبحيه كنت اكون فايق، بس عشان بسبب النوم القليل. بس دلوقتي حاسس ان انا افضل شويه يعني. زائد انجزت حاجات كتير يعني. انا قفلت، رحت يعتبر منتجت الفيديو، خلصت كتاب كنت بقرا فيه. انا عملت حاجات كتير. آه، دلوقتي الساعه 4:30. فشفت الفيديو برضو، صح، شفت الفيديو، كان مسافة عالية. يعني يا رب الفيديو ده يكون كويس، والصوت برضو. انا باكد دايما على الصوت لان أنا هاند فري، يا رب بس الصوت يبقى كويس. ناخد شوية اسئلة. انا حاسس ان انا عايز اتكلم شوية، وناخد شوية اسئلة بقى. في سؤال هنا من محمود بيقول: هل في دعم من الاهل سواء مادي او معنوي؟ يعني هو دايما الاهل عموما، علشان لسه ما فيش فيو او مشتركين او عدد كافي، يعني انهم
لا صح، انا ابني مثلا لا عنده عدد كافي، فاكيد زي اي اهل ما فيش يعني مثلا دعم قوي، يعني عادي حاجات يعني اللي هو ايه، حاجات رمزيه بس مش اكتر، فلا يعني عادي. هل شايف ان اللي انت بتعمله تقدر تقدم بيه محتوى او بيه حاجه؟ انا مش فاهم بس هنعتبر تمام. نقدر نسميه يقدم بيه محتوى يعني. آه، شيء عادي. يعني أنا بحاول شخص مثلا بيصور يومه، بيعمل فيه ايه، بيحاول يطلع افضل حاجة عنده، ولو في حاجة الناس تستفيد بيها تمام، فنحاول نفيد ونستفاد بس، فممكن نسميه محتوى يعني عادي. في سؤال تاني هنا بقول هل حابب ان يكون ده مستقبلك او عادي؟ لسه ما نعرفش مكتوب في لنا ايه، ولسه احنا في البداية ما نعرفش، زي ده انا في جامعة لسه، ما اقدرش احدد هل ده مستقبل ولا لا، وما نعرفش بقى، لسه الوقت قدام، لسه مشوار طويل. سؤال تاني، هل حابب ان يكون عن هل بالنسبة ليومك هل بيتأثر بسبب الفيديوهات ولا بيبقى روتين بالنسبة لك؟ يعني انا مش بصور دايما كل يوم يعني، آه، لكن في اللي هنعتبر اليوم اللي احنا بنصور فيه، فانا بكون كاتب كل حاجه، مثلا هصور امتى، هخلص امتى، طب همنتج امتى، هعمل ده كله امتى. فاليوم اللي انا بصور فيه عموما او بعمل فيه الفيديو ده، فبيكون لا اما فاضي، وقت فاضي، لا اما اساسا مثلا زي ستادي ويز مي مثلا، مذاكره، فانا بستفاد وفي نفس الوقت بعمل الحاجه اللي انا بحبها اللي هي الفيديوهات، وفي نفس الوقت بذاكر بس. هل انت مهتم بالكليه قد ما مهتم بالفيديوهات، ولا بتفضل طرف عن طرف؟ لا، بنحاول نواظب ما بين الاتنين، يعني مثلا نحاول خلي ده 50-50 برضه، نحاول نذاكر، نعمل اللي علينا في الكلية، نقدم كل حاجة، وفي نفس الوقت نعمل حاجة اللي احنا بنحبها اللي هي الفيديوهات، نقدم محتوى كويس، نتعلم ونعلم، بس يعني ما بفضلش طرف عن طرف، والأولوية طبعا للكلية، بس هنحاول يعني. برضه كان والدماغ معرفش ايه السبب قدام الكاميرا مفيش اي كلام، آه بعيد بعيد الكاميرا احس ان انا هتكلم واقول حاجات كتير لا هطلع كل اللي في عقلي وكل اللي جوايا، بس قدام الكاميرا معرفش السبب يعني. انا لسه في البداية، فان شاء الله نطلع افضل حاجة يعني. انا مش افضل حاجة بقى اني ادي نصايح، لان ده اول يوم، فانا حاولت اقعد كده مع نفسي 10 دقايق يعتبر، اكتب كل اللي هنستفاده او ايه الحاجات، ازاي اصحى بدري وايه فوائد الصحيان بدري، فكتبت شوية حاجات هنا، فيعني ممكن ابص للتابلت ان انا عندي بنسى برضه الفوائد. هتزود انتاجيتك جدا، وانا شفت الحاجة دي دلوقتي، معرفش الهوا يظهر ولا لا بسبب الصوت، فانا شفت الحاجة دي دلوقتي النهارده، يعني اقصد النهارده، حسيت ان انا عملت حاجات كتير، وده مش طبيعي في باقي ايام اللي انا بصحى متاخر كده، فلا هتزود انتاجيتك بشكل رهيب، يعني هيكون عندك نفس ال 24 ساعه عند اي شخص، بس عشان انت استيقظت مبكرا، اللي هو يعني صحيت بدري، فانجزت حاجات بدري، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بورك لأمتي في بكورها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده حقيقي. انت عشان هتصحى بدري بعد مثلا الفجر، انت لا عندك بركة، الوقت كافي تقدر تعمل بيه حاجات كتير، ساعة قبل الفجر، ساعة اقصد ساعة بعد الفجر افضل من ساعتين بعد الظهر، ده بالنسبة لي. هتستوعب كمية المعلومات، هتدخل اكبر واحسن، فدي بالنسبة للفوائد يعني. الفايدة التانية انك هتصحى ساعة الفجر، تصلي الفجر في المسجد، فدي لوحدها حاجة يعني ايه، انت كده كسبت دنيا واخرة، صحيت بدري، صليت في المسجد، كسبت الاخرة، صحيت بدري انجزت حاجات كتير في وقت اقل، فانت كسبت دنيا. يعني نصيحة، اصحى بدري، انا ان شاء الله ناوي اكمل يعني. ازاي نصحى بدري بقى؟ انا شايف تحط نفسك هدف، تحط نفسك هدف، يعني مثلا النهارده هدفي كان اصحى عشان اصور، اصحى علشان اصور،
لو ما صحيتش بدري يبقى اليوم ضاع مني. حتى لو صحيته اه هفضل صاحي بقى وانجز معرفش، بس مش هصحى متأخر. مش عارف اصور، عشان كنت عايز اصور الصبح يعني. فلو ما صحيتش بدري كان اليوم ضاع حرفيا، فكان كده ضاع. فانت لازم تحط لنفسك هدف انك تصحى علشان سواء تصحى مثلا تصور، تصحى للفجر. تحط هدف مثلا، لا انا عايز اصحى عشان اروح اصلي الفجر في المسجد. انا كده صحيت. فانت لازم تحط لنفسك هدف، مثلا انك وراك حاجه، وراك جامعه مثلا. ايام الجامعه انا بصحى فيهم بدري برضه غصب عني، حتى لو نايم ساعه واحده لازم اصحى. ف لازم تحط لنفسك هدف سواء ايا كان هو هدف ايه. فانت حط لنفسك هدف. فاكر انت ايام، احكي لكم مثال يعني، فاكر ايام زمان لما الواحد كان وراه لعب كوره مثلا في حجز كوره مثلا الساعة قول 7 الصبح 8 واحنا لسه صغيرين. فحتى لو نايمين متأخر هنصحى يعني. لا انت، لا انا عايز اصحى. وبتصحى فايق، بتصحى عايز تروح تلعب. بتصحى بص، كل حاجة حلوة بالنسبة لك، المهم انا عايز اصحى. وبتصحى وتروح وبدون ما حد يصحيك. ف ده حاجة حلوة يعني، كان ايام زمان. كانت بتحصل معايا انا بصحى كده يعني لوحدي. اهم انك تحط تحط هدف وتصحى علشانه. هتصحى يعني، ما تسيبش نومك او نفسك لعقلك انه صحيك او لا. فلا انت حط لنفسك هدف تصحى علشان. بس ثانيا حط في دماغك القاعدة. اذا تغير ميعاد النوم لاي سبب لا يتغير ميعاد الاستيقاظ. يعني مهما كان هتنام الساعة كام، لازم انت تصحى في الوقت اللي انت حاطه. يعني مثلا ان شاء الله هنام الساعة 10، سواء نمت 10 12 واحدة 2، لا لازم اصحى الساعة 6 او 5 او 7، يعني حاجة من التلاتة دول. فمهما تغير ميعاد النوم ما يتغيرش ميعاد الاستيقاظ. ده بعيدا بقى عن انك تعمل منبه عشان تصحى. بعيدا بقى عن الحاجات اللي هو النصايح عموما. فلا انا شايف دول افضل اتنين، انك تنام بدري تصحى بدري، تحط لنفسك هدف يعني. ده افضل حاجة. وقبل ما تنام صح، ابعد عن المشتتات، اللي هو الفون بقى والحاجات دي، والضوء الازرق اللي بيطلع منها. حاول تكتب مهام اليوم بحيث تصحى ما تكون، لا انت عارف نفسك هتعمل ايه، لسه مش تدور او تكسل او معرفش تعمل ايه فتنام تاني. لا انت تكتب كل حاجة قبل ما تصحى، يعني قبل ما تنام اقصد. وبحيث تصحى عارف نفسك هتعمل ايه. وبالمناسبة تطبيق تيك تيك هيتتبع مهامك، فده حلو جدا. حبيت اتكلم معاكم شوية. انا برضو مش هفضل حد لان انا لسه يعتبر اول يوم، وحاولت كتير قبل كده فكنت بصحى وانام اصحى وانام. بس ان شاء الله انا ناوي اكمل. وعملت لنفسي جدول اسبوع قدام من الجمعة إلى الجمعة، بحيث لو كملت أعرف إيه أو أخطائي مثلا سبب الفشل، صحيت متأخر ليه، ده كله. فناوي أكمل أكتر من أسبوع يعني. فنشوف الأول الأسبوع ده ونكمل الباقي. فنلحق بقى الغروب. كنت قايل لكم ان احنا هنصور الغروب، فنلحق الغروب ونصور. اتمنى الصوت يكون واضح وما كانش فيه وش، بس هو ده الحل يعني. نحاول نكمل بالهاند فري لحد ما نجيب اي حاجة تانية، مايك بقى وكده. حاسس الفيديو طول، بس اتمنى لو لسه موجود معانا وبتسمع تكمل الفيديو لحد الاخر وتسمع شوية المناظر الحلوة دي، وتشوف شوية المناظر الحلوة دي. زائد ما تنساش بقى السبسكرايب واللايك، نسيت اقول لكم صح. متنساش السبسكرايب واللايك. واسيبكم بقى ايه مع المنظر الجميل ده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله
مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا